اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. حبايب قلبي، ما تنسونيش في الاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. وجودكم ده شرف ليا، وكالعادة انتم على راسي من فوق. انا بعتبركم عيلتي التانية. فعيلتي ديت انا عايزه اكبر بيكم و... وان شاء الله ان شاء الله يا رب بالتوفيق ليا وليكم يا رب العالمين. معانا هنا يا حبايب قلبي، انا كنت بعمل مكرونه، في المكرونه بالصلصه وبطاطس محمره. احنا بنحب المكرونه جدا جدا، يعني ساعات مكرونه رز بشعريه. اللهم صل على النبي، رز عادي، رز صياديه اللي هو رز ببصله. طبعا لسه ما عملتوش معاكم، بس ان شاء الله انا هعمله مع السمك المشوي في الفيديوهات الجايه ان شاء الله. المهم انا هنا جبت حله وحطيتها على النار ونزلت فيها بمعلقة زيت. وجبت هنا بصلاية كبيرة خرطتها، قطعتها على ايدي كده، وجبت هنا قيمة 3 4 حبات طماطم، لان انا كان باقي عندي صلصة في طبق كده كنت حاطاه في الفريزر. اي صلصة يا جماعة بتفيض معايا، يعني من اي تسبيكة، ان شاء الله تكون تسبيكة المحشي. اي صلصه بتفيض معايا زي ما انتم شايفين بشيلها في طبق كده، او مثلا بوله، وتحتفظ بيها في الفريزر، بتعوزيها في اي وقت زي ما انا كده عوزتها في صلصه المكرونه. وهنا ولعت النار، حطيت ميه كده في الحله لسلق المكرونه. هنا يا حبايب قلبي، ما تنسونيش في الاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد، ولايكات، انا عايزة على الاقل 1000 لايك. المهم هنا نزلت بالصلصة على البصلة بعد ما اتحمرت معايا، ونزلت هنا بملح. حطيت ملح على الصلصة، وملح في مية السلق المكرونة. وهنا بقى حطيت شطة وفلفل اسمر وكزبرة وكمون. البهارات بقى اللي انت عايزاها حطيها، اي بهارات انت حباها حطيها، او مش شرط. لو انت عندك مرقة دجاج بس حطي مرقة دجاج، واحدة مرقة دجاج كده. انا بصراحة ما كانش عندي، عشان كده حطيت البهارات. كل سنة وانتم طيبين، خلاص رمضان ما عادش عليه ال10 ايام ويخلص. رمضان بيجري والايام الحلوة كلها بتجري. شهر الخير وشهر البركة، الدعاء فيه مستجاب والصلوات مستجابة. آه، يعني أحب الأعمال عند ربنا في رمضان، إذا كان الصلاة، الصوم، الذكر، ال- الاستغفار، الدعوات. الدعوات بتبقى مقبولة عند ربنا. دعواتكم كده يا رب إن احنا نبقى دايما كده مرفوعين ومجبورين الخاطر والقلب، و وفي أحسن حال، ودايما يا رب كده مستورين جميعا. اللهم امين يا رب. هنا معايا بطاطس عملتها مكعبات عشان خاطر بنتي. كانت عندها برد زي ما انتم عارفين، زي ما انا قايله لكم، فمش هتاكل تقليه ولا مكرونات ولا الكلام ده. فانا حبيت اعمل لها شويه يعني بطاطس كده بشوربه كدابه. هنا نزلت بالمكرونه في الصلصه بعد ما خلصت معايا. مكرونه جميله، هي مكرونه التموين، بس ما بتعجنش مني ولا اي حاجه. هنا يا بنات قلبت المكرونه في الصلصه اهو، صلصه حمرا وجميله قوي. كانت ريحتها بصراحه قلب البيت كله، كانت جميله فوق الخيال. وهنا حطيت حله على النار فيها معلقتين 3 زيت، وتنزلي كده بحبتين بطاطس وعليهم بصلايه صغيره. عايزه تضيفيها ماشي، عايزه تضيف عليها جزر بسله، بس بصراحه ما كانش عندي في الوقت ده. عايزه تضيف عليها اللي انت عايزاه ضيفيه. هنا اللهم صل على النبي، عايزه تقطعي فيها صدور فراخ قطعي فيها. بس انا ما كنتش عامله لها فراخ لان هي كانت تعبانه عندها برد وسخونيه. السخونيه ديت مش لازم تاكليها فراخ او سمك ولا لحوم ولا لبن ولا بيض ولا جبن ولا اي حاجه من دي.
هنا نزلت بالمية وغطيت عليها كده، وهنا جهزت الفطار معايا والعصير. كل سنة وانتم طيبين حبايبي، ما تنسونيش في الاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد ولايكات. وهنا خلاص الرز بلبن بعد الفطار، وكل سنة وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.